من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى
يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن قل ادعوا الله أو ادعوا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن قل ادعوا الله أو ادعوا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت
بها وابتغ بين ذلك سبيلا ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله وقل الحمد لله وقل الحمد لله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا صدق الله العظيم. الله عليك، الله يرضى عنك، الله يرضى عنك. اسأل الشيخ محمد الأول. صدقت ربنا تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا عالم التلاوة في مصر والعالم الإسلامي المقيم بالنخاس مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية فضيلة القارئ الدكتور منصور جمعة منصور مشاركة بالأخ الزميل والقارئ الفاضل الشيخ إسلام مجدي الإمام. كما نوجه عناية حضراتكم أنه حضر أثناء التلاوة العالم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي عالم التلاوة والقارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والذي تسعدون به فجرا قريبا عبر أسير موجات إذاعة القرآن الكريم. اخوتنا اخوة الايمان والاسلام اذيعت هذه الليلة على احدث اجهزة مكبرات الصوت والانارة الحاج صبحي السلموني واولاده بالبيت مركز ميت غمرة. كما قام بواجب الضيافة المتر رضا عباس المقيم ببشلة مركز ميت غمرة. كما حضر ايضا اثناء التلاوة فضيلة القارئ المهندس محمد عبد الغفار مكاوي والذي يمتعنا في هذه الليلة ايضا. كما حضر فضيلة القارئ المتميز ابن هذه البلدة فضيلة القارئ الشيخ محمود يوسف عقل وفضيلة القارئ الشيخ اسلام السعيد سلامة. اخوتنا اخوة
الايمان والاسلام. يأتي اللقاء مع فضيلة القارئ الشيخ سعد علي المصري علم التلاوة في مصر والعالم الاسلامي، والمقيم بديار كفر الزيات بمحافظة الغربية. كما نوجه عناية حضراتكم انه بعده نسعد مع قارئ الاذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بطاروت مركز الزقازيق فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي.